جماعة، هو ايه حكاية الشيف نادية السيد؟ لا بجد 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 انا عايزة اسأل نادية السيد سؤال. هو كل يومين تطلع لايف وتقول انا ما باخدش وصفات من حد، انا ما بقلدش حد، انا اللي بعمل وصفات بنفسي، انا الوصفات بتاعتي اوريجينال، انا ما عنديش وقت ومش فاضية ان انا اصلا ابص على شغل حد، انا عندي شغلي وعندي اللي مكفيني معنى صح. لا بس حضرتك يا استاذة نادية السيد، يعني ده كده في مؤشر والارم غريب ان انت كل فترة تعملي الحوار ده او الترند ده. بدأتيها، يعني انت بدأت الحوار ده مع اكتر واحدة كيوت في العالم واكتر واحدة رقيقة جدا، اي حبيب، وبدأتيها وكانت النجريسكو، واي حبيب اصلا ما بتردش على اي حاجة من الكلام ده. يعني انت وصلتها لدرجة ان هي ردت عليكي واستفزتيها جدا وخليتيها كمان تعتزل اليوتيوب وما عادش بتعمل يوتيوب اساسا عشان الحوارات بتاعت دي. بعد كده دخلتي على هبة ابو الخير الرقيقة الكيوتة العسولة وقلتي برضو نفس الحوار. وبعد كده في شيف تالتة كانت وصفة اللي هي طاقية السلطان، ده تالت موقف اللي انا فاكراه، غيرهم كتير. ومؤخرا اللي هو الدونت او الكرواسو اللي عامل مولتو حاجة زي كده، في واحدة اسمها المهندسة مش عارفة ايه قالت يا جماعة انا عاملة الوصفة دي من كذا سنة عشان انا بعمل اعادة نشر بعد كده، فما تقولوش ان انا ايه اخدت البوست من حد تاني. عادي، فيها ايه؟ لو حضرتك يا استاذة نادية السيد فعلا مشغولة ومش فاضية تبص على حد وكده، مش هتلتفتي للهيافات والمهاترات دي. في مثل كده عندنا بيقولك ايه، اللي على راسه بطحة بيحسس عليها، فهو اللي بيرد هو اللي مبطوح، وهو فعلا اللي حاسس اللي هو عامل عامله فعلا. لكن اللي واثق من شغله وفعلا مش فاضي وما عندوش وقت يبص، يعني حضرتك ما بتبصيش لزمايلك اللي هم المفروض الكومبيتيتورز بتوعك وما بتاخديش منهم انسبيريشن خالص، ولا بتشوفي الوصفات الجديده او الترند اللي هم عاملينها، لكن حضرتك عندك وقت تطلعي لايف وتقعدي تبرري ان انت ما فيش فاضيه، وتبرري ان انت ما تبصيش على شغل حد، وتبرري ان انت خلاص مش قادره تستحملي المهاترات دي. يعني حضرتك ما عندكيش وقت تبصي على شغلهم، لكن عندك وقت وتقعدي تنتقديهم وتقولي ان انت ما بتعمليش كده، وان انت كل وصفاتك اوريجينال يعني بتعدلي عليها كتير. يا جماعه يا جماعه، ده طبخ، ده طبخ. كلنا، مش كلنا، انا ماليش اصلا في الطبخ، يعني انا اما بعمل اي وصفه اي كده بخش اجيبها من على النت وبقلدها يعني، لكن اي حد بيطبخ هو مش كرياتيف، ما اخترعش هو كيكه البرتقال ولا كيكه الحليب، ما اخترعش. اللي حط العلم ده، ما فيش حد بيخترع الذره، او ما بنخترعش العجله من اول وجديد، بنكمل بس ممكن ايه نجود شويه، لكن مش احنا اللي اخترعنا الوصفه فنقول دي وصفتنا الاوريجينال فالناس هي اللي بتقلدنا. فيعني طالما يا شيف نادية حضرتك مش فاضية، فبلاش تردي على الناس وتقولي الناس هم اللي عايزين ريتش وهم اللي عايزين يتشهروا ويعملوا تريندنج وانا بقى خلاص ما عادش هسكت. حضرتك تسكتي فين؟ حضرتك ما فيش الموضوع ده اتفتح الا كل مره بترد عليه. يعني ايام اي حبيب الموضوع اخد ترندنج جامد جدا، واي قالت ايه انا ماليش في الافلامات دي كلها، واعتزلت السوشيال ميديا واليوتيوب، بالرغم ان هي قناتها كانت سابقاكي بمراحل كتير جدا، لكن هي ملهاش في المهاترات والرغي كتير ودي تي 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 تي. فاتمنى يعني من حضرتك يا شيف نادية السيد، طالما حضرتك مش مشغوله، دع الخلق لخالق، وسيبي كل واحد يشتغل، وسيبي كل واحد يعمل اللي هو عايزه، وطالما حضرتك مش فاضيه فاكيد مش فاضيه ترد على الناس. لكن ردك الكتير على كل واحد بيقول ان انت اخده وصفه بتاعته ما يدلش عن حاجه الا على حاجه واحده بس، اللي على راسه فاتحه بيحسس عليها. بس كده والله يا جماعه، انا بحب الشيف نادية السيد جدا، بس ما بحبش اسلوبها. يعني كل شويه الناس هي اللي بتنتقدها، الناس هي اللي بتقلدها، هي ما بتاخدش وصفات من حد. لا حضرتك احنا بشر فاحنا بنقلد وبنكوبي وممكن كمان يعني ايه ناخدها كوبي بيست عادي جدا، والدنيا ظريفه والدنيا لطيفه. حضرتك احنا في البيزنس بنقول افكار للكلاينت وكده، بيروح ياخدها من عندنا في الايجنسي وينفذها مع ايجنسي تانية وبيسرق، والدنيا حلوه في اللذيذ. فاحنا بشر مش معصومين من الخطا، وحضرتك يا استاذه نادية السيد بشر برضو مش معصومه من الخطا. فاكيد ممكن مش هنقول ايه كوبي بيست، شويه انسبيريشن شويه في وصفات عشان تطلع ترندنج وتطلعي تعملي ايه ضجه والفيديوز يضرب ويجو فاير. ففي ات ذا اند يعني ده اللي حضرتك اكيد محتاجه.
بس كده كان تعليقي على اللي حاصل الايام دي على الشيف ندى السيد يعني، وهجومها على البنوته اللي طلعت قالت يا جماعه دي وصفتي وانا اللي عملت الوصفه دي اول مره. فسيبي يا استاذه نادية السيد الخلق الخالق، وقال طالما انت مش فاضيه فركزي في شغلك فقط ولا تلتفتي، والبنوته كمان ركزي في شغلك فقط ولا تلتفتي لاحد. فيا جماعه كل واحد يركز في نفسه، واللي عايز يعمل حاجه يعملها، مفيش حاجه حكر على حد. اشتغل واسعى واعمل اللي عليك ولا تلتفت الى احد. من الاخر بص في ورقتك فقط. بس كده، صباحكم جميل.